يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بأحسن الأحوال يا ربي وانتم تشاهدوا هذا الفيديو. بالنسبة لهذا الفيديو عندي فيه كيكة يومية تجي هشة بزاف وزوينة، اقتصادية، بالبرتقال. بالنسبة للكيكة ديالي ديال هذا النهار، ما درتهاش بالصوص. يعني هاد النوعيات الكيك الا بغيتو ديروا له صوص بالنسبة بالبرتقال مع كريم باتيسير او يعني اي صلصة بالبرتقال تجي يعني نكهتها زوينة وتتفينيو بها هاد الكيكة هذه. ولكن انا درتها غير سادة عادية، درتها للفطور يعني باش تكون اقتصادية، تكون من الكيك اليومي. انا دزت معكم، حطيت كاس الخلاط، يعني هاد الكيكه تدير بالخلاط. المقادير اللي حطيت فيها كاس نتاع السكر، وكاس ديال عصير البرتقال، وكاس ديال الزيت. العبار دائما تيكون يعني بنفس الكاس. انا درت الكاس اللي عبارو من الكاس ديال العنبه. حطيت قبيصه ديال الملحه. غادي نطرب هذا الخليط هذا، وغادي نضيف له جوج ديال الساشيات ديال الفاني، ونعاود نردو يتطرب مرة أخرى. هنا بعد ما طربته ضفت له 3 ديال البيضات. بالنسبة للبيض أنا كان عندي كبير. علاش تنقول لكم هكا؟ يعني نقول لكم بأن البيض عندي كبير لأن الدقيق تيتاخد على حسب البيض. لكن هنا معلقة بعدا ديال الخل. بعد ما طربت مزيان درت معلقة ديال الخل. الخل انا كان عندي ديال يعني الخل ديال التفاح ديال الشلاضه، خل ابيض اي خل، المهم ماشي مشكل. داك المعلقه ديال الخل تجيبو هش. في واحد البانيو غادي ديروا فيه 2 كيسان ديال الدقيق تغربلوهم. بالنسبه لهاد الكيكه ديالي انا خضت لي 3 الكيسان. علاش قلت لكم البيض عندي كبير؟ بالنسبه اللي عنده البيض صغير غادي ياخذ 2 كيسان ولا 2 كيسان ونص بالعبار ديال العنبه. انا درت دابا 2 كيسان وضفت عليهم 3 ديال الساشيات ديال الخماره. ما كانتش عندي الخميره فوريه، الا كانت خميره فوريه تندير نص معلقه خميره فوريه وجوج خمارات، ولكن ما كانتش متوفره مع كان الصباح بكري. ما كاينش اللي غادي يتسخر ليا، صافي استعملت 3 ديال الخمارات. والمقياس ديال الكيسان من الاحسن ديال الدقيق ديروه غير 2 كيسان، تغربلوهم وتغربلوا معاهم هاد الخمارات وتخلطوهم. يعني ما تضيفوش الكاس الثالث، غتخليوه حتى تخويو عليه الخليط ديالكم. هنا غربلت داك الدقيق مع الخمارات وضفت عليهم مبشور برتقاله، يعني القشره ديال البرتقاله او ديال الحامضه اللي يتوفر. انا منين درتو بالعصير ديال البرتقال، يعني قبل ما نعصرو قبضت برتقاله وحكيتها. تنخلط هذاك النواشف مع بعضياتهم، يعني الخمارات مع داك الدقيق مع داك المبشور ديال البرتقاله، غير باش داك القشيرات يتفركوا لي مع الدقيق ما يبقاوش مجموعين. وغادي نضيف عليهم دابا الخليط ديالي ديال الكيك اللي كان مطرب مزيان، طربته مزيان يعني حتى ترجع داك السوائل تيرجعوا غادي للبيوضيه. صافي غادي نفرغ هنايا الخليط وغنخلط. ومن بعد ما نخلط هنا غادي نشوف واش غادي يحتاج نزيد نص كاس ولا كاس.
يعني هي هاد المقادير تتاخد 3 الكيسان على حسب البيض، ولكن إلا كان البيض صغير غياخد لكم 2 كيسان ونص، وإلا كان البيض كبير غياخد لكم 3 الكيسان. أنا لقيت بأن الكمية ديال الدقيق ما كافياش وضفت الكاس الثالث هو هذا. غيجيني الخليط يعني بالمقادير ديالو، وغادي يجيو 3 الكؤوس ديال الدقيق بعبار الكاس ديال العنبة أو بالعبار ديال الكاس باش خدمتو يعني مرة الأولى كاس نتاع الزيت، كاس السكر، كاس العصير، يعني نفس داك الكأس به غادي تهزو الدقيق، يعني تعبروا الدقيق ديالكم. صافي هنا خلطت، لان كنت هازه غير التليفون بيديا وما لقيت كي ندير، حطيت التليفون باش نخلط الخليط ديالي مزيان، يعني طربته غير بداك السطاتول حتى نسجموا ليا. بقاو داك القشيرات ديال البرتقال ريحتهم والله عرفتي واحد الكيكه جات ريحتها هائله مع البرتقال ولا الحامض. متي تحكوا القشره ديالو تيكون سبحان الله فيه واحد يعني واحد النسمه زوينه وتتعطي الرائحه. صافي هنايا قلبته مزيان لقيته صافي الخليط ديالي هو هذاك، فرغته في القالب ديال الكيك وخشيته في الفران. هنا الكيكه ديالي هانتوما شوفوا كي جات، والله الا جات ما تشبعوش منها، ريحه البرتقال فيها ما شهيتكم وفتيه وغزاله. انا حطيتها بما تبرد مع دابا الحال بارد دغيا، يعني واحد نص ساعه بما حطينا الفطور كانت بردات. انا مقطعه معكم تشوفوا كي دايره من الداخل، رجات خفيفه. نتمنى ان شاء الله تعجب، يعني تجربوها وتعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.